صوت جواك طول الوقت بيجلدك، بيقعد يذكرك بكل حاجة غلط انت عملتها، بيقنعك ان انت قليل وانك مش كفاية. بس السؤال هنا هو انت امتى هتقرر انك تبطل تحارب نفسك؟ امتى هتتوقف وتقول كفاية كده، انا محتاج اكون في سلام مع نفسي؟ اولا محتاج انك تواجه الحقيقة من غير تجميل. بص، محدش فينا بيتولد وهو متصالح مع نفسه، احنا بنتولد صفحة بيضة، بس كل تجربة وكل جرح وكل حد قالك ان انت مش قد كده دي بتسيب علامة جواك وبتبني جواك فكرة عن نفسك مش دايما بتكون حقيقية. فالتصالح مع النفس مش معناه انك تبقى راضي عن كل حاجة فيك، لا، هو معناه انك تبطل تكون خصم لنفسك وتبقى صاحبها. تاني حاجة، محتاج انك تغير طريقة كلامك مع نفسك، يعني محتاجك انك تجرب ترجع بالزمن شوية كده وتفكر في المرات اللي كنت قاسي فيها على نفسك، المرات اللي انت غلطت فيها وبدل ما تتعلم جلدت نفسك. لو صاحبك كان مكانك هل كنت هتقول له نفس الكلام اللي انت قلته لنفسك؟ هل كنت هتسكت وهو بيجلد نفسه بالشكل ده؟ لا، بيبقى ليه انت بتعمل كده في نفسك. ابدأ من دلوقتي انك تغير الجمل اللي انت بتقولها لنفسك كل يوم، بدل ما انا فاشل وان انا ما حققتش اي حاجة قول انا لسه بتعلم وبستفيد خبرة، وبدل ما تقول انا ما استاهلش قول انا استحق فرصة تانية احسن، وبدل ما تقول انا بضيع وقتي قول ان انا باخد وقتي وبحاول ان انا اتعلم حاجات جديدة وبطور من نفسي. فالكلام اللي بتقوله لنفسك هو اللي بتشكل صورتك الذاتية، غير الكلام تتغير الصورة ديت عن نفسك. تالت حاجة لازم تفهم ان احنا كلنا بنغلط وكلنا بنكمل، فالتصالح مع النفس مش معناه انك ما تغلطش، ده معناه انك لما تغلط تفهم تتعلم وتسامح نفسك وتكمل. انت مش فاشل عشان وجعت، انت انسان وده الطبيعي. المشكلة هنا مش في الغلط، المشكلة في التعلق بالندم وكأنك هتفضل فيه للأبد. بس الحقيقة ان الندم مش سجن، الندم رسالة انك تستحق انك تعمل احسن لنفسك. رابع حاجة انك تفك نفسك من فخ المقارنة. فالسوشيال ميديا خلتنا نشوف ناس ناجحة كل يوم، بس محدش فيهم بيحكي عن الفشل وعن القلق وعن الوحدة وعن التوهان اللي هو بيمر بيه. انت شايف بس الصورة النهائية، مش شايف الرحلة كاملة اللي مر بيها. واكيد كمان ان الرحلة بتاعتك مختلفة، مفيش طريق واحد للسلام الداخلي، كل واحد ليه سكته الخاصة. فبطل انك تقارن نفسك بحد تاني وابدأ تركز في خطواتك انت وبس، حتى ولو مهما كانت بطيئة حاول انك تسرع من نفسك وتطور من نفسك وتاخد سكتك انت مش سكة حد. خامس حاجة واهم حاجة انك تسامح نفسك. ايوه، سامح نفسك، سامح نفسك على الكلام اللي كان المفروض تقوله وانت ما قلتهوش، على الفرص اللي انت ضيعتها، على الناس اللي ما وقفتش نفسك معاهم وقتها. بس دلوقتي انت واعي وانت عارف ان انت عايز تبقى في حتة تانية، ودي لوحدها خطوة كبيرة جدا. فسامح نفسك علشان تعرف تحبها، وساعتها هتلاقي السلام بدأ ان هو يظهر شوية بشوية. فيا صاحبي، التصالح مع النفس مش لحظة، دي رحلة كاملة، وكل يوم انت بتختار يا تحارب نفسك يا تحتويها. فلو لسه بتدور على السلام جواك ابدأ بس بانك تقول لنفسك انا مش عدوي، انا صاحبي، ومن النهارده انا هاجك في صفي. وفي النهايه يا صاحبي، لو الكلام دوت لمسك ابعته لحد محتاج ان هو يسمعه. ولو انت اول مره تسمع صوتك الحقيقي خليك معاه، لانه اجمل صوت ممكن تسمعه في حياتك. وانا كده خلصت الفيديو. لو انت محتاج ان حد يسمعك ويمشي معاك رحله هتلاقيني سايب لك في وصف الفيديو اللي انت بتسمعه كل لينكات التواصل بتاعتنا. ما تترددش في اي لحظه انك تدخل وتكلمنا فيها، هتلاقيني برد عليك على طول. وما تنساش كمان انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو اللي انت بتسمعه. سلام.